قبل ما اطلع عندي كليب تاني لو جاهز، عشان احنا يعني في النهارده عندنا كليبات كتير برضو تداول كده على المواقع والمنتديات، وان الكابتن احمد شوبير بيلقن الجميع درسا في العمل الاعلامي. بما ان انا راجل اعلامي فانا ايضا من ضمن الناس اللي تلقنوا هذا الدرس. حابب نشوف كابتن شوبير قال ايه في برنامجه، واللي تحدث يعني بيدينا درس كلنا كاعلاميين، وبعدين هرجع اعلق وبعدين اطلع لفقره الكابتن هاني رمزي. امبارح كان في زياره للمهندس هاني ابو ريده لمدينه طنطا، والكتير كتير اتكلموا عليها، كتير قالوا عليها كلام واحوال وموضوعات. تقريبا مش تقريبا مؤكد كنا احنا القناه الوحيده اللي كنا هناك، لان احنا مهمتنا هنا صناعه الخبر. من السهل جدا ان انت تدخل على موقع من المواقع وتروح جايب خبر وتروح قايله، ده سهل جدا. ده لما يكون خبر يعني خبر واو زي ما بيقولوا، يعني حاجه لازم غصب عنك تقولها يعني. لكن انت تصنع الخبر وتخلي الناس تجتهد، عشان انت تجيب ضيف ضيف وحوار وكلام، ده ممتاز. لكنه ازاي يبقى في خبر وازاي تبني على هذا الخبر. في ناس بتبقى لا عارفه عندها مين ولا هتكلم مين ولا هتستضيف مين ولا مجهزه ولا محضره، وهي بختك انت وبختك انت وحظك، يلا زي ما ربنا يبعت لك تجي لك وخلاص. وده الحقيقه يمكن اللي مخلي صورتنا كاعلام الفتره الاخيره شويه مهزوزه شويه، يعني بصراحه يعني بمنتهى الامانه. يقول لك يلا ما تيجي نفجر قنبله النهارده، مش اسمها تفجير قنبله. يقول لك شفت النهارده خليته قاعد عندي مش عارف ايه، ما ينفعش كده. لازم يبقى في خطه محطوطه زي كره القدم بالظبط، او زي اي عمل يبقى في حاجه مدروسه، حاجه مترتبه، لانك بتطلع تخاطب الملايين، فلا بد ان تكون على قدر الملايين دي، تحترمها تقدرها، حتى لو لم ترضى عما تقدمه، حتى لو لم ترضى عما تقدمه. دي حاجه، وانك تجتهد فيما تقدمه دي حاجه ثانيه. ارجو انها تكون واضحه. يعني ممكن واحد يقول لك انا ما بحبش الراجل ده لله في لله، خلاص مفيش مشكله، او برنامجه ما بيعجبنيش، او القضايا اللي بيناقشها ما ترضينيش، ماشي. لكن في البعض الاخر كده، بس حتى لما تقدم حاجه تقدمها باحترام تام. من هنا السعي دائما وابدا لتقديم كل ما هو مفيد، كل ما هو جديد، كل ما هو في النهايه يبقى لصالح المجتمع ولصالح الوطن. وانا ليه بعلق على الكلام ده؟ لان المواقع كاتبه ان شوبير بيلقن الجميع درسا في العمل الاعلامي. انا على يقين ان في ناس كتير شغاله مع كابتن شوبير، فالكلام ده بتحطه على المواقع، لكن العنوان مستفز جدا، لان لو كان ده فعلا كلام لتعليم الناس العمل الاعلامي فهو كلام كتير فيه اخطاء. يعني اذا كانت هاني ابو ريده موجود في طنطا عشان يقابل رئيس نادي طنطا وهو رايح يعزي في وفاة الراحل المرحوم كابتن احمد شاكر في طريقه للمنصورة، فدي اسمها متابعة للخبر وليست صناعة الخبر. هناك فارق كبير جدا بين صناعة الخبر، وبما ان احنا هنعلم الناس، او بما ان كابتن شوبير بيدينا درس لتعليم الناس العمل الاعلامي، دي ما اسمهاش صناعة خبر، دي اسمها متابعة الخبر. ودايما اللي بيفرق حد عن حد ان حد بيتابع الخبر قبل التاني، حد بيجيب الخبر قبل التاني، او حد يعلن الخبر قبل التاني. كان المرحوم نجيب المستكاوي زمان واحنا صغيرين كان يقول لك ده انت لما تجيب خبر، كنا في الاهرام يعني وبنجيب خبر وعايزينه يتنشر تاني يوم او في مجله الاهرام الرياضي بعدها ب4 5 ايام، فيقول لك انت لازم تجري تدينا الخبر لان انا ممكن يتحرق. فهو كان يقول كده نجيب مستكاوي، ان كان عليا انا ابقى عايز اكتب الخبر على صدري واقف في ميدان التحرير والناس كلها تقراه، يعني يقوم كاتبه كده على التيشيرت بتاعه او على القميص، فيقف الناس كلها تقراه بسرعه، اللي هو عايز ينقل الخبر للناس في اسرع، بيدينا درس في كيفيه نقل الخبر للناس في اسرع وقت ممكن. اوكي، ده جائز، وده اسمها متابعه خبر وليست صناعه خبر. صناعه الخبر دي قصه ثانيه. الحاجه الثانيه انه كابتن شوبير بيقول ان دي الحاجات اللي خلت صورتنا مهزوزه. لا، مش دي الحاجات اللي خلت صورتنا مهزوزه. الحاجات اللي خلت صورتنا مهزوزه ان احنا بنغير ارائنا كتير جدا. الحاجات اللي خلت صورتنا مهزوزه ان احنا بنتحدث في قضايا ثم نغير الموضوع حسب مصلحتنا واهوائنا الشخصيه. هو دي الحاجات اللي خلت صورتنا مهزوزه، ان احنا بنتحدث بلسان غير الحق، ده اللي يخلي صورتنا مهزوزه. الحاجه الثالثه، ناس بتقول ما تيجوا نفجر قنبله، او انا مسكت الراجل
اللي معايا عصرته او جائز في الاعلام، جائز ما حدش يكلمني يا جماعه لو سمحتوا، يعني انا ما اتكلم محدش يكلمني، ده جائز في الاعلام ان انا وانا معايا ضيف بقول ده انا عصرته، جائز جدا في الاعلام. لو انا عندي سنداتي وعندي معلوماتي وعندي اخباري وعندي كل ما يخص هذا الشخص اللي معايا احصره. حتى كابتن شوبير ادانا مثال، قال لك زي مباراه كره القدم، خلينا نحط في مباراه كره القدم فيها حصار الخصم وفيها الهجوم المباغت وفيها الضغط دائما على الخصم، ده في الكوره كده. فانا لو انا عندي ضيف وعصرته بمعلومات وبسندات وقدرت اظهر منه الحقيقه واظهر منه اخبار جديده للمشاهد، ده نجاح قوي جدا. واذا حتى الضيف ده في الاخر استقال او انهار او قام ساب الحلقه، ده نجاح وجائز في الاعلام، ودرسناه كده ودرسناه كده للناس. هو ده اعلام منطقي وطبيعي. المهم ما يبقاش في غرض، لان الغرض مرض. ومصلحه الوطن، انا مع الكابتن شوبير في ان احنا بنخاطب وطن، فنخاطب مصلحه الوطن، ما خاطبش مصلحه شخصيه. انا معاه في ده. فلما انا اجي اقول ده من كابتن شوبير او من اي اعلامي، يبقى لازم الاول هذا الاعلامي ان يكون تاريخه لم يشهد تسخير برامجه لشخصه ولمصالحه، سواء في انتخابات، سواء في علاقات، سواء في ضيوف وتربطه بهم مصالح او علاقات معينه او بيزنس او كلام. فلازم اكون انا مثال الاول، تاريخي مثال. مفيش في الاعلام ما فيهوش حاجه اسمها تحيز في الانتخابات مثلا. انما انتوا رسختوا فكره التحيز في الانتخابات تحت مسمى ان المجتمع متخلف عقليا، فلازم نفهمه الحقيقه فين، ولازم نعرفه ان محمد شبانه احسن من احمد شوبير، او احسن شوبير احسن من شبانه، او شبانه احسن من علاء صادق، علاء صادق احسن من خالد الغندور. طبعا ده خطا. الاعلام وقيمته ان انا اظهر كل شيء عن فلان واظهر كل شيء عن فلان واظهر كل شيء عن فلان واقول الحقيقه بضمير، واترك للمنتخب ان ينتخب من يشاء دون حجر على رايه. ده اعتقد انه لم يكن درسا للاعلاميين. خانك يا كابتن احمد شوبير هذا الكلام، وخان المواقع انها تقول احمد شوبير يلقن الاعلاميين الرياضيين درسا، فهو ليس درسا، فهو كلام كثير فيه اخطاء مغلوطه. قبل ما اطلع للكابتن هاني رمزي، خلينا نشوف لقاءات واستطلاع راي عن بورسعيد وجمهور بورسعيد حول اخبار او رايه في هبوط النادي المصري من عدمه. معلش انا الاربيس شلته لان انا بس كان في دوشه في الاستوديو في الكنترول، اعتقد كان يعني داخل عليا الصوت وانا بتكلم بيشغلني. فنطلع نشوف استطلاع رأي وبعد كده فاصل، ثم استقبل ضيفي الكابتن هاني رمزي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وعنده الكثير للحديث عنه. فلا تبتعدوا عن كاميرا خاص جدا مع ميلودي سبورتس.